دخل الغم حياتها ومش بيخرج. هتلاقي الانسان العادي بيقارن نفسه دايما بالناس. كان لسه كنت عامله سيشن رهيب، سيشن مع زوجه كانت حياتها سعيده 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 بجد، وحياتها منطلقه، وبصي كل حاجه عندها حلوه. مجرد اخو جوزها اتجوز وبدات تقارن حياتها بحياه اخوه ومراته، دخل الغم حياتها ومش بيخرج. مجرد المقارنه بس. كل واحد وليه عيوبه وليه مميزاته، كل واحد فيه الحته الحلوه بتاعته. المقارنه مصيبه، بتخرب بيوته، بتخرب علاقاته، بتخرب نفوس. الانسان اللي شايف نفسه قيمه بيقارن نفسه بنفسه. انا النهارده ايه، انا كنت امبارح ايه، انا كنت هطور ايه. وحتى لو لقى حد ناجح جدا ما بيقارنش نفسه بنفسه، بيقول هو نجح يبقى انا اقدر، هو نجح يبقى انا. اسمها غيره محموده كده، مش مقارنه. البني ادم اللي مش حاسس نفسه ان هو قيمه دايما بيتنازل عن حقوق وواجبات وحاجات عشان يحس ان الناس تبقى حواليه. البني ادم التاني عنده كرامه وعنده قيمه، مش مهم الناس تبقى حواليا، المهم ان انا احس ان انا ممتلئ بربنا سبحانه وتعالى. ليا حقوق وليا واجبات، ومعلق شعار واحد بس: انا ليا كرامه، لقد كرمنا بني ادم.